أثار مقطع فيديو المشهور على تطبيق تيك توك داليا الشهري جدلا كبيرا وغضبا بين المتابعين. الفيديو يظهر لحظات غير أخلاقية مما أثار تساؤلات حول هويتها وتصريحات مثيرة للجدل بين المستخدمين. وفي الفيديو المتداول يظهر داليا الشهري برفقة شاب يبدو أنه داعم لها على تطبيق التيك توك. اللقطات تظهر لحظة تبادل القبلات بينهم غير متوقعة أمام الكاميرا، ووضعيات غير لائقة مما أثار استياء وغضبا بين المتابعين. يتساءل الجميع عن هوية هذا الشاب وعلاقته بداليا الشهري، مما أدى إلى انقسام وجدل حول هويتها الحقيقية وجنسيتها. وتبقى قصة فيديو داليا الشهري مع هذا الشاب على التيك توك قضية جدلية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتساءل الناس عن الحدود بين الشهرة والآداب الاجتماعية. وقد زادت التساؤلات حول جنسية داليا الشهري بسبب اللهجة الخليجية التي تحدثت بها في الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، بينما يزعم بعض المغردين إنها سعودية ويؤكد آخرون إن جنسيتها سودانية أو يمنية. يضع هذا الجدل تحت المجهر العام، وتساءل الناس عما إذا كانت هذه الشائعات تأتي من مصادر موثقة أم مجرد افتراضيات. وتساءل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن من هي داليا الشهري مشهورة تطبيق تيك توك المثيرة للجدل. من جهة أخرى تظل داليا الشهري واحدة من نجوم تطبيق التيك توك البارزة، فهي فتاة في العقد الثالث من عمرها استطاعت أن تجذب العديد من المتابعين من دول الخليج العربي والدول العربية بأسرها، وذلك بفضل البثوث المثيرة والمبتكرة. وقد حققت الشهر شعبية كبيرة ولا تزال تثير الفضول حول حياتها وجنسيتها. ومع انتشار الفيديو عبر منصات التواصل المختلفة، بدأت المطالبات بالقبض على داليا الشهري، وذلك لتكون عبرة للمشاهير الآخرين. يشيد البعض بالمطالبة بالعدالة ومحاسبة الأفراد على تصرفاتهم، بينما يعارضها الآخرون معتبرينها انتهاكات لحقوق الفرد. وفي النهاية يتعين على المتابعين والجمهور تحمل مسؤولياتهم في التعبير عن آرائهم بشكل محترم ومسؤول، مع الحفاظ على احترام وخصوصية الأفراد.